الديربي بيبدأ بهجمة خطيرة من الزمالك ولكن بتيجي جنب القائم، يرد الصقر بتسديدة صاروخية وبرضه جنب القائم، والمباراة حلوة من البداية. بعدها كرة من ركنية للزمالك ورأسية ضعيفة في ايد الحارس أمير عبد الحميد، علشان نشوف بعدها رأسية من فيلافيو وبتيجي فوق المرمى، والأهلي بيقرب من ال1-0. بعدها خطأ من محمد عبد الله وبياخدها جilberto وبيلعبها وبيسجل فيلافيو الهدف الأول. النتيجة بقت 1-0 للنادي الأهلي، ولحد دلوقتي الماتش مولع وممتع بشكل كبير. وتعالى نشوف رد فعل الزمالك. الأهلي عاوز التاني وبنفس اللعبه تتلعب تاني، وبصراحه ارضيات جilberto في حته تانيه، ولكن المره دي بيشيلها الحارس وبينقذ الزمالك من هدف تاني. اللي بعدها رأسيه من وائل جمعه وعاليه علشان يرد الزمالك اخيرا بتسديده صاروخيه من فاول وبتروح عاليه، وبيصفر الحكم وبينهي الشوط الاول. فاللايك وصلى على حبيبك. وتعالى نبدا الشوط الثاني. بيبدا الشوط الثاني بضغط من الاهلي والكره اولى وتخبط في الدفاع، والاهلي اون فاير في الشوط الثاني، بس الزمالك كانت غداره وجمال حمزه يطلق صاروخ من الزمالك بيتعادلوا بيه وجمال حمزه ولعها. هل النادي الاهلي هيسكت؟ تعال نكمل باقي المباراه. رد الاهلي ما يتاخرش كتير وتسديده من احمد حسن ويسجل التاني في مرمى الزمالك، وبتروح النتيجه 2-1. وبصراحه ماتشات الديربي بتاعت زمان كانت ممتعه بشكل كبير قوي، فرق كبير قوي بين ماتشات زمان وماتشات دلوقتي. الاهلي لسه مستمر في الضغط ورأسيه وتروح ضعيفه في ايد عبد الواحد السيد، بعدها تسديده من احمد مجدي وبتيجي جنب العارضه، والزمالك بيدور على التعادل. كره خطيره ويطلعها عبد الواحد السيد، ولكن بتتحسب اوفسايد من الاول على عماد متعب، علشان بعدها يصفر الحكم وينهي المباراه الممتعه بفوز النادي الاهلي 2-1 على الزمالك. باذن الله في ماتشات جامده قوي بين الاهلي والزمالك نازله الفتره الجايه، فلايك بقى يا وحش عشان ننزل بالسلسله.